ايوه يا الاخبار الحلوه، ايوه يا الاخبار الحلوه على هالصبح. ومثل العاده اخوي زر المتابعه، طج المتابعه. اذا كنت مدريدي اصيل مستحيل انك تفشق عن الفيديو. فلورنتينو بيريز ارسل رساله واضحه للاعبين: اما ان تتحسنوا بالاداء او سيكون هناك عواقب فرديه. وجماهير ريال مدريد وحتى فلورنتينو بيريز ما بيحملوا المسؤوليه لتشابي الونسو، حملوا المسؤوليه كلها للاعبين وبالاخص في دوري ابطال اوروبا. وبعد هاي التهديدات من فلورنتينو بيريز لاعبين ريال مدريد كلهم قرروا انهم يصححوا مشاكلهم مع الونسو ومستعدين لتحمل المسؤوليه كامله. الرساله وصلت للجميع واللاعبين راح يقاتلوا مع تشابي الونسو للنهايه. وانتهى زمن التساهل عند تشابي الونسو ولا مزيد لحمايه النجوم. فينيسيوس لم تتم معاقبته في مباراه الكلاسيكو، لكن ذلك لن يحدث مره اخرى. انا هذا الكلام قلت لكم اياه من البدايه، لا تلوموا الونسو، والله العظيم عليه اغلاط، تبديلاته مرات بتجيب العيد، بس برضه لاعبين مدريد وبالاخص هذا البني ادم هم اللي بدهم فرك الذات. واداره مدريد وكل جماهير مدريد كلها شايفه هذا الكلام الصح، وشايفه انه الونسو مش كل الغلط عليه. وبالنسبه لزين الدين زيدان، فابريزيو رومانو، لا توجد اي محادثات بين ريال مدريد وزيدان. وبتمنى اذا وصلت لهون ونسيت تتابعني في بدايه الفيديو تتابعني هسه. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد.